السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا رانيا رجعت لكم بوصفة جديدة ان شاء الله تعجبكم. وما تنسوش اللايك والاشتراك ولو عجبكم الفيديو. ولو اول مرة تشوفوني دي قناتي. وما تنسوش تدخلوا تفعلوا الجرس وتشتركوا عشان يوصلكم كل جديد. معانا النهاردة وصفة الكبدة، حاجة كده مختلفة، حاجة في الخيال. مش هقول لكم بقى وصفة عربيات الشارع او وصفة المطاعم، لا، الوصفة دي بتاعتي انا، مش بعملها غير بالطريقة دي، حاجة جمدان. اول حاجة معانا الكبدة هنا، الكمية اللي انت عايزاها، بس انا معايا نص كيلو كبدة مقطعة شرايح زي ما انت شايفة، رفيعة جدا ومش طويلة قوي. معانا هنا 3 قرون فلفل اخضر، فلفل اخضر مش حرامي. معايا قرن فلفل احمر حامي، الحار او الحامي ده اختياري براحتك. معايا هنا 4 فصوص توم، دول في الكبة او في زي ما انا بعمل كده، او في اي طريقة، المهم عايزاهم مهروسين دايبين تماما. معانا هنا ملح وفلفل اسود وكمون وكزبرة ناشفة و7 بهارات وكبدة، وبهارات كبدة. لو مش متاح عندك ال7 بهارات او البهارات كبدة مفيش مشكلة، البهارات التانية كافية. بس ال7 بهارات وبهارات الكبدة بيعلي التست جدا، دول بتلاقيهم عند اي عطار او اي سوبر ماركت في الاكياس الجاهزة بتاعت البهارات دي. التتبيلة بتاعتي دي احط منها معلقتين واسيب منها معلقة على جنب، هنعرف بيها هنعمل ايه كمان شوية. وعصرة ليمونة ومعلقتين خل. انا مش بعمل اكتر من كده في التتبيله بتاعتي، ولا بحط لها لبن ولا زبادي ولا بعمل لها صدمه في ميه سخنه، ولا الكبده اصلا بتتغسل. الكبده مش بتتغسل عشان الزفاره، والناس بتشتكي من الزفاره. الكبده يا جماعه مش بتتغسل خالص. انا سبتها في التلاجة عندي ترتاح زي ما انت عايزه، انا كنت سايباها ساعتين. على ما تخلصي وتوضبي حاجتك تكون الكبده اتبلت من التتبيل. عندي هنا معلقه ليا او معلقه سمنه او زيت، بس احنا طالعين من العيد وعندنا الليا والدهن مسيحين وكل ده. هنزل عليه ببصلتين متوسطين لحد ما البصل دبل معايا تماما زي ما انتم شايفين بقى قريب من الشفاف. هنزل عليه بمعلقه التتبيله او الدقه اللي احنا كنا سيبناها على جنب، لحد ما ريحه البهارات مع التوم والفلفل بتاعي طلعت. هبدأ اعمل زي حفرة كده في النص وانزل بالكبدة فيها لحد ما الكبده زي ما انتم شايفين بدات تغير لون معايا. دي علشان الطاسه بتاعتي كانت سخنه. الكبده زي ما انتم شايفين ما نزلتش اي ميه، دي اهم حاجه علشان الكبده ما تبقاش زفره معايا، وعلشان الكبده تبقى ماشيه في الطريق السوا الصحيح، ان هي ما تنزلش ميتها والطاسه تكون سخنه معايا. هنا اول ما الكبده غيرت لون تماما كلها نزلت الفلفل شرايح. انا مقطعه شرايح علشان الكبده شرايح زي ما انت عايزه. اعملي الابداع عندك، اعملي كل حاجه، انا بعرفك بس طرق وخطوات بسيطة. هنا كانت خلاص الكبدة استوت معايا وريحتها ملت البيت حرفيا، وبقت حاجة تحفة جدا، مش بضيف لها اي حاجة تانية. عملنا طبعا معاها صوص الطحينة البلدي بتاعنا اللي ما فيش غنى عنه. ان شاء الله الصوص هتلاقيه اللينك بتاعه في فيديو وفي صندوق الوصف. حاجة كده مش هقولك المطعم ولا عربية الشارع، بس دي انضف واحلى 100 مرة. وان شاء الله هتكون احسن وافضل كبدة ممكن تكوني جربتها في حياتك. ما تنسيش تجربيها، دي وصفتي الخاصة. وما تنسيش اللايك والاشتراك لو وصلتي لحد هنا.